السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وفيديو جديد معاكم النهاردة وروتين جديد. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. من كم من فيديو كده او اتنين كنت جبت معاكم البامية وورق عنب، وكنت جايبين برنجان وكوسة وشوية حاجات كده من السوق. خلصنا المحشي بقى وخلصنا منه وكلناه والحمد لله. قلنا بقى نجيب شوية البامية عشان نفرزهم وشوية ورق العنب. وما كنتش فرزت بقى البامية وقصدي فرز البامية دلوقتي في الأيام دي يبقى فاتك كتير صراحة. هو ده أوانها ودي ميعادها. المهم هنا بقولكوا لا، ما تقشطوهاش كده عشان بينزل منها السائل بتاعها. بقولكوا لازم ايه تلفوها كده احسن عشان السائل اللي فيها ما يطلعش بره وتسمر منكم في اللقطة اللي فاتت دي. المهم بقى نرجع بقولكوا هنا بقى اخلصها وارجع لكم تاني. المهم يا حبايبي، دي اواني البامية، وتعملوها في عزها يعني كده زي ما بيقولوا. وتحاولي تجيبي البامية اللي هي الصغيرة، يعني على قد اللقمة كده بتبقى جميلة. بس البامية دي صراحة عجبتني، كانت لسه جاية من الأرض وكده فعجبتني صراحة فجبتها. هي كانت يعني البامية قد عقلة الصابع كده وأصغر شوية. المهم بقى هنا جبت مية مغلية ما فيهاش أي حاجة، سبتها تغلي ويدوبك سقطت البامية اهو. سقطتها ما فيش 5 دقايق رحت مطلعة. شفت اللي بينزل من المصفى ده؟ ما تسيبيش البامية اكتر من كده في المية عشان السائل اللي بينزل منها ده لو نزل اكتر من كده هيخلي البامية بعد كده تسمر منك ولونها الاخضر الحلو ده يروح. انا كنت طبخة برضو معاكم بامية باللحمة قبل كده في فيديوهات، ارجعوا شوفوها وقولوا ان انتوا بتشوفوا فيديوهاتي. المهم روحوا شوفوا الفيديو وهتلاقي البامية ده كنت مفرزاها معاكم السنة اللي فاتت، قصدي قبل ما افتح القناة، وبخضرها وجميلة وما اسودتش ولا جرالها اي حاجة. دي طريقتي في تخزين البامية يا جماعة، من غير افتكاسات. دي اللي احنا اتربينا عليها واهلنا عودونا عليها، من غير اي حاجة خالص اهيت. وبسم الله ما شاء الله. شوف يعني يا دوبك تقلبتها ما كمليش اصلا 5 دقايق وتروحي شايله البامية. لان كل ما زي ما انا قلتلك كده، كل ما هتسيبيها المخاط اللي بينزل منها دوت او السائل او اي اللي انت ايا كان انتوا بتسموه، كتره ما بينزل في المية بيخليها تسمر عشان تفضل محتفظة بخضرها ولونها الحلو كده. اه شوفوا حتى دي، شوف عمالة اقول لكم اهوت اللي بينزل منها دو اهو. متنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده هبدأ اطلعها اهو. ده عشان كتير نزلت شوية سائل منها كده اهو. وبسيبها زي ما هي كده في المصفى تحتها طبق تصفي كده براحتها خالص خالص. ولحد ما تنزل المية اللي هي السوائل اللي فيها، شوية المية. هي ما شربتش مية ولا حاجة، هي بس المية تنزل منها بس كده مكان، يعني شوية مية طلعوا في المصفى بتاع في المقصوصة كده تنزل في الطبق ده، واسيبها تبرد خالص براحتها واروح ايه عيناه. هنا شلت الحلة اهوت، اروح بقى دلقاها اهو. شوف خضرها بسم الله ما شاء الله، جميلة جميل. تفضل بخضرها كده بإذن الله لحد السنة الجاية، لحد الشتاء، ونطبخها سوا احنا مع بعض ان شاء الله. هنا برضو جبت ورق العنب اهوت اه. بقول لكم بقى بيتعمل كده، الكبيرة اللي قد بعضها على قد بعضها، والوسط لان مثلا واحدة وسط نحطها جنبها، اصغر جنبي عشان يبقى كل واحدة على ايه. ما تيجي ناخد يبقى دي السطر دي يعني السطر ده نفس الورقة يعني صغيرة، يبقى كله صغير اهو زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده اهو. هيطلع عندي 3 بتوع، كبيرة خالص ووسط وصغير. هما شوية عنب اصلا اللي يشوفهم يعني هما كانوا نص كيلو، هو جوزي بس اللي بياكله. صراحة انا مش باكله خالص
معلش بقى، بعتذر من الناس عشاق الورق العنب. هو بس اللي بياكله كده، فانا جبت له الحبه ده اعملهم له مره كده، اللي هو مخصوص. بس انا لا مش بخزنه اصلا ولا بجيبه يعني قد كده، بجيبه اللي هو بس ما بيجي. فجبت له الحبه دول على قد اهو. بقى ده يا دوبك لونه يغير. مش معنى يعني اللي انا مش باكله او مش بحبه يبقى اغصب عليه ان هو ما ياكلهوش يا جماعه، لا. هو برضو بيبقى نفسه في الحاجه منها يعملها، ان انا ما عملتهاش له منها يعملها له. فبجيبه اللي هو بس وجبه كده، بعمله له مره او مرتين وهو موجود معانا، وخلاص على كده. هنا لونه غير اهو، يا دوبك ما تسيبوش كتير، وبروح شايله برضو في قلب المصفى. هما اصلا دلوقتي احنا بنخزنهم، هيجوا اصلا مش هيجوا لفتان صغيرين. اه اللي بياكلوا بقى ورق العنب ما يزعلوش مني، انا اسفه. آه هنا خلاص اهوت، يا دوبك لونه يغير وبروح شايلاه. برضو ميه بيضه ما فيهاش اي حاجه ولا افتكاسات ولا اي حاجه خالص. لا حسيت ان لونها اخضر كده مش راضيه لونها يغير. مم. دي اللي هو بقى السطر اللي كان كبير خالص. يا دوبك برضو شوفي لونه بدأ يغير اهوت، برضو بسيبه كده. آه. عفوا. يا دوبك بس لونه يغير وبروح شايلاه من قلب الميه، وبسيبه يبرد في قلب المصفى برضو نفس عملة البامية كده، لحد ما تبرد خالص. وبروح برضو ايه مفرزاه وعينه له وقت ما بعوزه، بروح مطلعه. هنا هو بقولكوا لسه سخن يعني، هسيبه يبرد. وهنا بروح على الرخامة اهو. قلت اعمله ايه، هلفه كده، ولا بحطه في سائل ولا حاجة، لان الموضوع ما بيكملش يعني اسبوع او شهر، اسبوع اسبوعين شهر بالكتير اللي بيقعدوا معانا، فبعمله له. فلا بحطه في ميه ولا في اي حاجه، بلفه كده وخلاص، وبروح حاطاه في قلب الكيس. عندك ورق استرتش حطيه. عايزه تعملي كل لفه كده في كيس ماشي يعني، اللي بيجيبوا كميات او اللي ناويين يجيبوا كميات، و وتروح عاملاه في كل لفه كده زي ما انا عملتها كده، تلفها في ورق استرتش ماشي. عايزة كل لفة في كيس كده ماشي، بس انا يعني عشان ايه متاخدش مساحة مساحة ومكان. والبامية برضو عما نعمل دول هكون البامية بردت. الفيديو ده انا مسجلاه في وقت متأخر اهو، هكون هي بردت برضو واروح حاطاه. اللي وصل معايا لحد كده ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واهم حاجة تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اهو. هنا خلاص خلصتهم. اه يا هما كيسين اتنين بس، مش مستاهلين التعب والغلبة ده. عايزين تربطوه كده ماشي، عايزة تسيبيه كده ماشي. هنا بقى البامية حبيبة قلبي، هنا كانت بردت. هعينها بقى. عايزة تقسمي الكبيرة لوحيدة والوسط لوحيدة، عايزة تحطي كله على بعض زي ما انا عملت كده. هنا هو عبيت البامية بقى، طلعوا حوالي 5 أو 6 أكياس الرنجة الطفل. اهو يا جماعة، وهتحتفظ ان شاء الله بخضرها معاكم. بس اهم حاجة ما تقشطيش بوز البامية من فوق، تلفيه بالسكينة زي ما وريتك في اول الفيديو كده. دي احسن طريقة من غير افتكاسات، ودي اللي احنا اتعلمناه من اهلنا ومن جدودنا. اهو. معلش لو الفيديو طول النهاردة شوية اهو. هنا بقى الحبة دول قلت عشان ما كترش على الاكياس. انا بقى ما عملتهم حسيت والله ان هم ايه يعني، عايزه اجيب كمان عليهم شويه، اجيب 2 كيلو او 3 كيلو عليهم. لان الباميه صراحه بتبقى حلاوتها في الشتاء، واكلها في الشتاء جميل. والحته كده بتشتي بقى وما اعرفش ايه، هو الشتاء عايزه عيش. الصراحه الحر الواحد يستوي، الحر السنه دي فظيع جدا. طلعوا معانا 6 أكياس اهمت. ودي الفيديو بتاعنا، ومع السلامه اشوفكم في فيديو جديد.